بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم. صباح الخير عليكم ولا مساء الخير عليكم أحباباتي، واش راكم؟ نتمنى تكونوا بألف صحة وعافية. كيما راكم تشوفوا الله غالب دايما، راني كيما هلا شهر رمضان، وكاين اللي راهم يقولوا لي علاه ما تبانيش مرة، يعني راكي تطولي علينا الله غالب، راكم عارفين مع الخدمة مع الدار مع كذا، دايما هكذا. ليسونسيال، اليوم جبت لكم واحد الوصفة يعني تلائم هذا البرودة اللي رانا فيها كيما راكم تشوفوا، وهي وصفة اللوبيا. على بالي كل وحدة تعرف ديرها، هذه ماهيش حاجة اللي صعيبة، بمعنى انه هنا نفختها ومن بعدها نديرها تغلي. وهنا جبت البوزلوف تاع كيما شفتوه مع الديبي اللي كنت دارته يغلي، بمعنى انه تاع غنمي ماهوش تاع بقري. هنا جبت البصل هذاك درتو يتقلى مليح، كي يتقلّى زدت فيه من فوق زدت هذاك يعني البوزلوف راكم تشوفوا هنا راه يعني بالرجلين بالتاع الراس. هنايا نخليه شوية برك هكذاك يتقلّى عبال. وكيما تعرفوا البوزلوف ما نديروش فيه بزاف التوابل، كيما هنا راني دايرة فيه غير الفلفل الأسود و أيضًا كيفاش يسموها، راس الحانوت هذا ماني دايراه هنايا، لاخاطرش ما نستعملوش، ولا القليل من الزنجبيل، لاخاطرش الزنجبيل باش يمتص لنا هذاك اللي دام. وكيما تعرفوا هذا خاصة مليح بزاف للعظام، يعني تاع خاصة اللي يعانوا من الروماتيزم تاع الركابي ولا البرودة ولا، يعني مليح ما كاش كيما هو. وهنا كيما راكم تلاحظوا كنت طحنت مقدار هكا حبة ونص ولا حتى زوج هكداك صغار تاع طوماطيش. وطوماطيش لاخاطرش هنا ما لازمش نكثروا في البوزلوف باش انا ما نبغيش احمر حتى ولو كانت اللوبيا، يعني ابان باش ما يجيناش حامض. وراني نخليه هنا يتقلى، ومن بعد كي تغلي اللوبيا طيب لي سوا سوا نديرها تزيد تكمل الطياب هنايا، ما بغيتش نخليها طيب بزاف في لاكوكوط مينيت. خليتها باش تطيب لي هنا في الطاجين. وننصحكم انه هذا الطاجين على بالكم ما كاش كيما هو، يعطي واحد البنة الماكلة يعني تهبل، ننصحكم تستخدموه. وكما راكم تلاحظوا هنا زدت القليل من الثوم، لازم من الثوم ويا حبذا ديروا شوية تاع كمون، يجي يعني نقول لكم واحد لقوم ما عندي ما نقول، خليه يطيب. المهم كما راكم تشوفوا احنا والله رانا ناكلو غير باش نعيشو. كي نشوفوا هكا خاوتنا في غزة، الحاجة القلب يتقطع، العين تدمع. على بالكم نحسوا بواحد الإحساس، خاوتنا هكذا مساكين يتقطعوا ينحرقوا يعني هم يشربوا في المر، ما كان ماكلة ما كان لبسة، معاناة مع الإسرائيليين. احنا ماذا نقول؟ يا ربي يا ربي، يا ارفع على أهلنا في غزة يا ربي، على أمهاتنا أبائنا أولادنا، يا ربي يرفع عليهم هذا البلاء وهذا الامتحان الأصعب. يعني إن شاء الله في أقرب أجل يعني النصر يكون لهم، واللهم اسحق من الخريطة يعني هؤلاء الصهاينة، لأنه والله راهم يهانوا مساكين. ربي يرفع عليهم، وإن لنصر الله قريب بإذنه تعالى. لا تخشوا شيئا، ربي إن شاء الله ينصركم يا أهل غزة وأهل فلسطين، أهلنا يعني بالقلب والروح وبالدين وبكل ما نملك. الله يرحم اللي ماتوا، وربي يقوي اللي ما زالوا يصبروا اللي بقاو على أهلهم. كيما راكم تشوفوا الطبق نتاعنا راهو جد. وهنا أيضا ما يجيش الطبق هذا التقليدي ولا تاع اللوبيا إلا بالخبز تاع الدار، هذا هنا صنعته غير بالسميد ما كاش لافارين، يعني ماذا بينا ننقصوا هذيك اللافارين لأنها مضرة بزاف بالصحة. ويا حبذا هنا درت لها ساندويتش، درت لها حبة حلاوة. وانتم الزراعة اللي عندكم